اهلا الناس زوينين، الناس الغزالين، الناس الفنيين، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ونهاركم يكون زوين والحياه ديالكم مليئه بالطاقه الايجابيه. كنتمناها ليا وليكم كاع الناس اللي كيتبعوني على القناه ديالي. اللي متبع القناه ديالي شكرا ليه بزاف، واللي عاد غادي يشوف القناه ديالي نتمنى انه يدير ابوني ويدير جيم، واللي بغى يخلي كومونتير مرحبا به. الموضوع ديال اليوم هو موضوع اللي كنعيشوه دائما. هو تنعتبره انه سوء حظ. سوء حظ انك تلاقى مع واحد المجموعه ديال الناس او لا شي حد في لونطوغاج ديالك، يعني قريب ليك، يا في العائله يا في الخدمه يا في اي بلاصه، اللي كيقلل دائما من القيمه ديالك. انا بغيت نهضر في هذا الموضوع على الناس اللي كيقللوا من القيمه ديالنا، وكيفاش شنو هما الاسباب اللي كيخليهم يقللوا من القيمه ديالنا، والاسباب والحوايج اللي خاصنا نتفاداوهم، اولا طرق التعامل مع هاد الناس هادو اللي كيقللوا من القيمه ديالنا. كاينين بزاف الناس كما قلت في لونطوغاج ديالنا اللي كيعانيوا من هاد المشكل ديال التقليل من القيمه ديال الشخص، اولا شي حد كيقلل من القيمه ديالك. خاصك تعرف بان الانسان اللي كيقلل من القيمه ديالك هو واحد الانسان اللي بصح مسكين بزاف. علاش مسكين؟ حيت هو اصلا في الاصل ديالو كيحس بنقص، ومني كيشوف شي حد عنده شي حاجه زايده عليه، يعني عنده شي نجاح او لا مجتهد في شي حاجه او لا ذكي في شي حاجه ماشي بحاله، هو كيحاول يقلل من القيمه ديالو بطرق، يعني بشتى الطرق، يعني بالتنمر او لا، وسيرتو كيخليه حتى تيكون مع الناس وتيقدر يقلل من القيمه ديالو. ومن الاسباب اللي كتخليه يدير هادشي هو احساسه الدائم بالنقص، يعني كيبغي يعوض هذاك النقص، كيبغي يعوض هذا النقص هذا بانه يقلل من القيمه ديالك، ديما انه يتنمر عليك، ديما انه يقول لك هذه ديال بنتي خرجت من هنا حيت بغات تجي تجلس حدايا. صافي ماما انا نسالي واجي جلسي معايا صافي. دونك هاد الناس هادو باش يعوضوا هاد النقص كيتصرفوا بهاد الطريقه هذه اللي هي طريقه ما زويناش. يعني فيما كتجلس مع هاد الناس هادو كيبقاو يعيبوا لك في اي حاجه، تيعيبوا لك في السلوك ديالك، تيعيبوا لك في الخدمه ديالك، في النجاح ديالك، في تصرفاتك، يعني في اي حاجه كيحاولوا يلقاو طريقه باش يهضروا معاك بشي طريقه ماشي هذيك، بيحسوك بالنقص ويحسوك بانك فاشل ويحسوك بانك ويقيسوا لك الثقه في النفس ديالك. لان هذا النوع هذا سيرتو الا كنتي انت انسان حساس، بلاتي ماما، سيرتو الا كنتي انت انسان حساس، كيحاولوا انهم يقللوا من القيمه ديالك ويحسوك بالنقص، وتولي انت شاك في راسك، تقول ويلي واش انا هكا داير، واش يد بنتي ما عندي ما ندير لها. وهذا الاحساس بالنقص كيخليه دائما كيقلل منك. علاش؟ باش يقلب على هو واحد الجرعه اللي يحس بها هو مزيان. اون فوا كيقلل من قيمتك هو كيحس براسو مزيان. وسيرتو الا كنتي احسن منه، الا كنتي احسن منه هذه مساله خطيره جدا، كتشكل له خطوره، لانه كيبقى يحس بالنقص يحس بالغيره، والغيره هي اللي كتخليه انه يتعامل معك بواحد الطرق اللي هي كيفاش غنقول لكم، هي بخسه. يعني واخا تكون انت انسان ناجح وعندك ثقه في نفسك وانسان غادي مزيان وطموح، هو كيهرس لك داك الطموحات ديالك بالغيره ديالو، كيهرس لك الطموحات ديالك باش كما قلت في الاول، باش كيزيد واحد الجرعه ديال الثقه في النفس عنده هو، باش يحس براسو اليز خاصو يهرس من القيمه ديالك. ولا كان خصوصا في الخدمه، اما الناس اللي في العائله ولا قراب هذوك دائما كيديروا معك نفس العمليه هذوك، لا حدث ولا حرج، وكتلقى مشكل انك تجاوبهم، تتلقى مشكل لانهم تيكونوا قراب منك، كتلقى مشكل، والنهار اللي تجاوبهم راه مشكل كبير، لانه واخا تجاوبهم وترد عليهم كطيح في الفخ. الا رديتي عليهم بنفس الطريقه كطيح في الفخ. علاش؟ حيت هما اصلا خبات كيتعاملوا بخبث، وانت منين كتبغي تجاوبهم بطريقه اللي هي تاهي شويه نقولوا سيئه، لان غادي تجاوبهم بنفس الجواب ديالهم، هنا فين كطيح في الفخ. تيقولوا تيان تيردوك انت اللي خايب وانت اللي ما مزيانش. وكاين اللي كيتعامل معاك بديكتاتوريه. وشكون هما الناس اللي كيتعاملوا معنا بديكتاتوريه؟ هما في رؤساء العمل. الناس اللي كتكون غادي تلاحظوها، الناس اللي كتشتغلوا موظفين ولا
عندكم واحد الرئيس ديالكم كيعاملكم بديكتاتوريه. علاش؟ سورتو الا كنتو كفء وكنتو كديروا الخدمه ديالكم كوميلفو، كيحس بكم هو، واخا الرئيس ديالكم كيحس بكم انكم نتوما احسن منه، نتوما مجهدين عليه اكثر منه في المعرفه، او اكثر منه درايه في هذاك العمل اللي كتقوموا به، وكتحاولوا انكم تجتهدوا. هو كيهرسكم وكيتعامل معكم بديكتاتوريه. والصعوبه فين كتجلى هي الا كنتو ناس حساسين جدا. اش كيديروا لكم هاد النوع الناس؟ يضعفوا الثقه ديالكم في نفسكم، لان كيبقاو يهاجموا الشخصيه ديالكم، تيهاجموها تتولي انت كتشك في راسك، تتولي تحس براسك ضعيف وكتحس براسك، وهذا ما خصوش يكون. لا، ما خصوش يكون. خاصني نتعامل مع هاد الناس بواحد الطريقه ان اي مشكله فيا راه ما كايناش. المشكل في هاد الاشخاص اللي هي كتعاملك بهاد الطريقه. ديما حط في بالك ان انت ما فيكش مشكل، ان المشكل في هذاك الشخص اللي كيقلل من القيمه ديالك، وراه ما يمكنش نغيروه. خاصك تحطها في بالك، تقول بان المشكله فيه وما يمكنليش نغيره، وما يمكنلياش ننزل المستوى ديالو ونجاوب معاه. من الاحسن ايفيتي، نبعد عليه، ما نكونش معاه. الا كنت في شي مجلس وهو غادي يقلل من قيمتي قدام هاد الناس، نحاول ننسحب بطريقه مؤدبه. ولا خفت من ان هاد الناس يردوا البال بانني انسحبت وتتبان شخصيه ضعيفه، نحاول ننسحب غير مومونتانيمون، غير انني ننسحب، واخا نلقى غير عذر اني غنمشي للمرحاض ولا ندير شي حاجه ولا نهضر في الهاتف ولا شي حاجه، غير باش نبدل الموضوع. ما نخليش هذا الكلام ديالو ياثر فيا، وما نخليهش يزعزع لي الثقه في النفس ديالي، لانه هو غير هذا الشيء كله اللي كيدير هو انعكاس المشكله اللي عنده هو. هذا الانسان اللي هو كيتنمر وكيقلل من القيمه ديالي، هو راه غير هو اللي عنده مشكل. نديرها في بالي، نقول راه هذا الانسان هو اللي عنده مشكل، ماشي المشكل فيا انا. لانه هو دائما كيحاول يحسسك بان المشكل فيك. عنبر، واخا تسكتي ماما خليني نكمل. كيبغي دائما يحسك بان المشكل فيك، وبانك انت ما كتسوى حتى شي حاجه، وبان كاع الحوايج اللي كديرهم لا شيء. خاصو يعمر واحد، خاصو يشحن راسو بالطاقه هو ديالك نتايا الزوينه، ياخذها هو ويرد لك انت الطاقه ديالو هو السلبيه، اللي كيحس بالنقص وهو اللي عنده مشكل. خاصني نلقى التوازن الداخلي ديالي، بمعنى ما نخليش راسي يتيق هذاك الهضره اللي كيقول لي. نحس براسي انا بخير مزيان، ان الهضره اللي كيقول لي هذاك الشخص ماشي حقيقيه، وباللي انا ما غلطش، هو اللي غلط، حيت هو غلط في حقي، ماشي انا اللي غلط، ولا ما كنعرفش ندير شي حاجه، ولا انا فاشل، ولا حيت هاد النوع الناس عندهم واحد الطرق خطيره جدا، تيكونوا ذكيين بزاف في انهم يهبطوا من القيمه ديالك. حذاري اننا نطيحوا في الفخ ديالهم، لانهم ناس سمحوا لي على الصداع، لان بنتي كتلعب حدايا، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. ما عندي كي ندير هذا الشهر هذا بنتي عطله، وما عنديش تنبغي نصور فيديوهات، ولكن التواجد ديال البنت ديالي كتخليني انني نتقبلها وهي موجوده حدايا. يعني الصداع ديالها تقبلوه معايا وسمحوا لي بزاف. دونك هاد السيد ولا هاد السيده اللي كتعامل معايا بهاد الطرق، ما نتعاملش معها بنفس الطريقه. دائما نحاول اني نرد ديك الهضره اللي كتقول لي ضحك، نحاول نردها بسخريه، نضحك معاها ولا نردها بضحك. وإلا حتى ما قديتيش ننسحب، اولا نقول لها شكرا. منين تقول لك شي هضره ماشي هذيك قول لها شكرا، وهي في الوقيته هذاك الشخص اللي كيتنمر عليك اولا كيقلل من قيمتك، اون فوا كتقول له شكرا كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. كون اكيد انه ملي غتقول له شكرا على المجامله ديالك، نقول له شكرا على المجامله ديالك، واخا تكون الهضره ديالو خايبه نقول له شكرا، نعتبرها مجامله. عارف بان اللي غادي يحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، وغادي يعرف بان راه هو اللي فيه المشكل. ومن ما قديتيش من هذا الشيء كامل، كاين واحد الاسلوب اللي هو سهل جدا وخاصنا نديروه كاملين، هو التجاهل. ان هذا الانسان هذا اللي كيتعامل معايا بهذه الطريقه هذه خاصني نتجاهلو نهائيا، اولا ما نبقاش نحبس العلاقه ديالي معاه. الا كانت ممكنه نحبسها، الا كان في العمل وهو راه شي حد اللي ضروري يكون معك يوميا في العمل ديالك، نحاول نتجاهلو ونحاول نقول له غير شكرا.
اما الا كان شي حد ماشي يستاهل انك تبقى في علاقه معاه، تجاهل، ولا ما نبقاش نشوفه نهائيا، لان بحال هاد النوع الناس مسمومين. يعني تنكون ندخلوا معاهم في علاقه سامه، يعني فيما نجلسوا معاهم يقللوا من قيمتنا، يضحكوا علينا، اي حاجه ابسط الحوايج. الى انا اعطيكم مثال، انا وقعت لي، والله لا وقعت لي، نعطيكم مثال، واخا ما كنبغيش نهضر، ما كنهضر على الموضوع عامه، ولكن ماشي ما كنهضرش على راسي، غير هذه وقعت لي انا. فاش ولدت بنتي، واحد السيده سولتني شنو سميت بنتي، وقلت لها سميتها عنبر. هي من النوع اللي كتقلل دائما من قيمتي. قلت لها سميتها عنبر، وهي تقول لي كاكا، حاشاكم، كاكا ديال الحوت، مع ان العنبر ماده ماشي هي كاكا ديال الحوت، هي ماده كتخرج من الحوت، ولكن ما معروفاش منين كتخرج، واش هي البراز ديال الحوت، وهي ماده اللي غاليه بزاف. هاد السيده اصلا ما عندهاش حتى باش تشري هاد العنبر هذا، ودائما كانت كتحاول انها تقلل مني. وداك النهار بالضبط بقيت عاقله عليها، ملي قلت لها بنتي سميتها عنبر، وهي تقول لي كاكا ديال الحوت، زعما ما لقيتي ما تسمي بنتك. مع العلم ان هاد السيده هادي زعما ما كنحترمها، ولحد اليومنا هذا بقاتش علاقتي معها علاقه صافي، تحبست العلاقه. علاش؟ حيت مازال عندها نفس المشكل معايا، وانا واحد النهار ما قدرتش نصبر وجاوبتها وخديت صافي، وهي ما عجبهاش الحال، وقالت لي عافاك ما تبقاش علاقتي معك، ما نبقاوش على علاقه صافي. وانا انسحبت، لان هي خاصها هي تقول لي ما نبقاوش علاقه باش تبيني انا اللي غلطه، لان ما غلطاش. انا جاوبتها حيت قهراتني انها تتقلل من قيمتي دائما، مع العلم اني ما عمرني حاولت نقلل من قيمتها ولا من قيمه اي واحد في لونطوراج ديالها، يعني كيدور بها. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. نبدل هذا الموضوع دائما منين شي واحد يبدا يقلل من قيمتي قدام الناس ولا معايا شخصيا، انا نحاول نبدل هذا الموضوع ونردو موضوع سخريه، وغادي نقلب السحر على الساحر، غيولي هو يحس بالنقص. لان هاد الناس هادو خصك ما امكن يا اما تجاهلهم، يا اما تقطع علاقتك معاهم، يا اما تبقى تنسحب بطريقه ذكيه باش ما يحسوش بانك تزيرتي، لان ما خصهمش ياثروا عليك نهائيا، لان التاثير ديالهم كيكون خطير جدا على الشخصيه ديال الفرد، انك يقلل من قيمتك وكيحسسك بانك لا شيء. نتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلبكم، ويكون الموضوع ديالي نال الاعجاب ديالكم، واخا هو ما تطرقتش لشي حوايج كبارين. انا كنحاول ان الموضوع نهضر عليه بسلاسه وبسرعه باش ما يكونش الفيديو طويل، وباش اي واحد كيتفرج فيا يقدر يفهم المحتوى ديالي. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، وشكرا على المتابعه ديالكم. هيا عن برجات، شكرا على المتابعه ديالكم، ونتمنى تخليوا لي دي كومونتير، ونتمنى انكم تابوناو عندي في القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف كما العاده، الناس زوينين وتهلاو ليا في راسكم بزاف.